كابتن سيد عيد بيقول كلام غريب جدا، المدير الفني نادي النصر بيقول ان هناك كارثه حقيقيه بدات تلوح في الافق، وهي ظاهره هروب اللاعبين للاحتراف في اسرائيل، وظهرت باحتراف 9 لاعبين بحثا عن لقمه العيش، مما يسيء لسمعه مصر والرياضه المصريه صاحبه التاريخ. يا كابتن سيد بعد اذنك، اللي يروح يحترف في اسرائيل في 60 داهيه، انا اسف في اللفظ، لا احنا عايزينه ولا عايزين نشوف خلقته ولا البلد عايزاه. اللي يروح عند عدونا واللي يروح يلعب عند اعدائنا اللي بيقتلوا اخواتنا في فلسطين واللي بيقتلوا اخواتنا في غزة، ويروح يلعب عندهم وياخد من فلوسهم وياكل ويشرب منها، مش عايزينه. في مع 1000 مليون سلامة، ومش نكسر وراه تلاجة ايديال، ده نكسر وراه تلاجة 900 قدم. مش عايزين نشوف خلقته. الانسان المصري المحترم لو هياكلها زي ما بنقول بدقة بملح، اكرم له احسن له واطيب له من انه يروح ياكلها من دماء الفلسطينيين اخواتنا. فما تزعلش نفسك يا كابتن سيد، ولا تقول اللي عايز يمشي مع 1000 مليون سلامة، ولا حد يقول لهم انتوا رايحين فين، يمشي وما يخشش البلد تاني طبعا، وانتهت القصه، ولا عايزين نشوف خلقته. تجيب واحد راح يقعد مع عدوك وعايز دي تبقى ناس اصلا، ناس ما عندهاش دم، اللي بتعمل كده ناس ما عندهاش دم. فطالما انت خلاص ما بقاش عندك دم كلاعب رايح تحترف هناك، فمع احترامي الشديد يبقى انت خلاص انتهيت بالنسبه لنا كمصريين، ولا عايزين نشوف خلقتك يعني. موضوع ببساطه شديده جدا يعني.